السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هو المال الحلال ما يضيع أبدا. المال الحلال يرجع لصاحبه. واحد مغترب كان في السعودية مع أرضية في عدن، اشتراها من غربته، من عرق جبينه، من تعبه، من عمل يده، اشتراها في عدن أو في أي منطقة، والله ما أنا داري بالضبط أين. قام جاء، أعتقد إني في عدن، جاء بسط عليها واحد من الهوامير، استغل فرصة الحرب والفوضى والانفلات الأمني استغلها، بسط عليها هناك. ذي صاحبه جاي يشتي يعمر، طارطه قال هذا أرضيتي وهذا حقي، ما مش معاك. ذاك داري مغترب ما يقاتل ويترازف فوق الأرضية حقه، لقد نفسه ورجع الغربة. هذا كم شتى أبوها فعلا تصميم وعمرها، طرح لها عمارات معطر وشطبات تشطيبات لوكس، يعني ما يحتاج. وذيك المغترب خلى واحد يراقب الأرض من بعيد، لا ما كمل عمرها جاي يستأجرها ودفع له إيجار شهر مقدما، وتم وكمل. وهذا جر الضابط وكفتها في جيبه وراح. جاء ذيك المغترب سكن فيها شهرين و3 أشهر، دور لها مشتري، خرج الورق، خرج البصاير، خرج حق المستندات، باع واشترى واستلم حقه كاش لا آخر ريال، ولقد نفسه ورجع الغربة. هذا هو في سنة جاي يشتري الإيجار من ذي اللي دخل فيها الجديد اللي اشتراها. قال أنا اشتريت، قال أنا اشتريت هذا حقي، قال هذا حقي وهذا بصايري وهذا أوراقي وهذا إثباتاتي وطلع الرجال جو. لذلك المال الحلال ما يضيع أبدا. هذا بسط على حق الناس، قرح راسه ولا أدمع ريال. هذا وزد قرح فوق ما بسط حق الناس، زد قرح ضماره فوقه. وعمر 4 تو وصاحب الأرض باع الأرض وباع العمارة، ولقد نفسه رجع الغربة. لذلك المال الحلال ما يضيعش أبدا ولا يضيعه الله. حياتي.